يفتح المغرب مجددا إمكانية تنظيم نهائيات كأس العالم 2030، هذه المرة من بوابة دعوة إسبانية برتغالية تدرس فرضيات سحب ترشيح مشترك مع أوكرانيا بسبب اتهامات بالفساد داخل الاتحاد الكروي لأوكرانيا، وسلسلة الاستجوابات التي طالت مسؤولين من هذا البلد. وتناقلت وسائل إعلام إسبانية على نطاق واسع أن الاتحاديين الأوروبيين يتدارسان إمكانية ضم المغرب، ومن المرتقب أن يتم الحسم في القرار خلال الأسابيع المقبلة. لكن الأمر مرتبط بفك ارتباط نهائي مع أوكرانيا كطرف ثالث في الملف المشترك، ويرفض الاتحادان الإسباني والبرتغالي التورط في أي نقاشات حول شبهات فساد بعد توجيه اتهامات لأوكرانيا باختلاس أموال مخصصة لبناء ملاعب كرة قدم. ويواجه فيها رئيس الاتحاد الأوكراني مدة اعتقال تصل إلى 12 سنة سجنا نافذة. وفي السياق ذاته، نفى مصدر رسمي من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إمكانية التعليق على ما تداولته وسائل الإعلام الإسبانية، مشيرا إلى أن القنوات الرسمية لإعلان مستجدات فيما يتعلق بتنظيم المونديال واضحة وفق تعبيره. وتطرقت وسائل إعلام إسبانية إلى أن الاستعانة بأوكرانيا ضمن الملف المشترك كان يكتسي صبغة دعائية أكثر منها رياضية، كما أن عدم حماس الفيفا للملفات المشتركة من قارات مختلفة جعل الطرفان الإيبيريان يبتعدان عن ضم المغرب.